حياكم الله أحبتي المتابعين، إلى الحكومة وإلى السيد رئيس الوزراء. أستاذ محمد، أنت رجل مهندس، وأنت أكثر شخص المفروض يعرف وضعية الفلاحين ومعاناة الفلاحين ووضع الفلاحين، والفلاح العراقي شلون يعاني حتى يكمل أو يوصل للمحصول، وتعرف المصايب اللي مرت. تعرف أن الفلاح كرابة بالدين على الموسم، وبذورة بالدين على الموسم، وكيمياوية بالدين على الموسم، وكل ارتباطات حياته بانيها على الموسم. والمفروض هو يتأمل أنه بهذا الموسم أنه على الأقل أنه هو يرفد الاقتصاد العراقي ويرفد الحكومة بالمحصول الرئيسي والاستراتيجي، وبالمقابل مفروض الدولة تهتم بهذا الجانب وتقدر هذا الموقف. لكن مع الأسف اللي صار العكس، اللي صار بخس بحق هذول الفلاليح، بحق هاي الطبقة الكبرى بالعراق. أكبر طبقة هي بالعراق هي طبقة الفلاحين. مجتمع عشائري، مجتمع هو أساسه اللي لبى فتوى المرجعية واللي قدم الدم وقدم التضحيات. اليوم هاي الفلاليح تنهان من خلال رش الماء عليها والضرب بالهروات وقوات الشغب لأن طالبت بحقوق، بينما قمة تردون يسوونها ببغداد كل شيء ما راح تقدم لا للعراق ولا للقمة ولا أي شيء. ومن تأسست القمم العربية لهذا اليوم كل شيء ما قدمت مجرد تدقون أكل وشرب ونوم وكذب وضحك، وتصرف عليها عشرات المليارات، بدل ما تصرف عشرات المليارات على هاي القمة اللي نتائجها صفر. من تأسست لهذا اليوم هي معلومة نتائجها صفر، وكل شيء ما راح تقدم وكل شيء ما راح تغير، مجرد تصورني يا عطواني لا أكثر ولا أقل. بدل ما تصرف هاي المليارات على هاي القمة، اصرفها على ناسك، اصرفها على فلاحينك، اصرفها على شعبك، اصرفها على هاي الطبقة الكادحة. وأنا بدي أسألك وأسأل الجمهور بشكل عام، هاي القمم العربية من تأسست الجامعة العربية لهذا اليوم، شنو اللي قدمته؟ شنو القرار اللي اتخذته؟ شنو اللي غيرته؟ كل شيء ماكو، ندري بها كل شيء ماكو، لا تقدم ولا تأخر، مجرد خسارة لا أكثر ولا أقل. فهذه المليارات المرصودة لهذه القمة المفروض هذه المليارات تتوزع وتقدم للناس المستحقيها فعلا، وأول طبقة مستحقة هذا الجانب هي الفلاليح. بدل ما تقص من سعر محصولهم، من تعبهم، من شقاهم، المفروض تدعمهم، المفروض تدعمهم حتى يصير له حافز، يصير له دافع انه هو يزرع، انه هو يقدم، لان يحس اكو دافع. لكن مع الاسف نشوف الناس تتظاهر على حقها تنضرب ويرش عليها الماء وغيره وغيره وغيره، وكارثه. فمنو افضل سياده رئيس الوزراء؟ المليارات اللي تنصرف على قمه لا تقدم ولا تاخر، لو المليارات اللي تنصرف على شعبك وناسك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.